الحمد لله نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أيها الأخوة فإنني أعلن من هذه الخطبة ببدء التكبير الجماعي لجميع البشر وعد الذي يضم إلى جماعتنا طبعا وبهذا الذي يضم إلى جماعتنا يحسن ولا يحسن من الخارجين والرادين عن طريقنا. فليدعوكم اليوم إلى حمل جميع الكلاكش والقافات وحمل جميع المسدسات وحمل الرشاشات مثل الأمت وفورناين وهذه الأسماء الكافة تحملوها وتسوون عليهم كلهم ولا تخفون أحدا منهم والذي يتساهل مع أحد منهم له في القصاص ولغيره في القصاص عبرة أيضا. فاحذروا كلكم تكبيس. الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. الحكومة العراقية تحظر الجماعة المدخلية. هذا الموضوع أخطر مما تتصور. أولا خلينا نعرف من السلفية ومن المدخلية. المدخلية ببساطة هم تيار سلفي أطلق عليهم بالمدخلية نسبة لشيخهم ربيع بن هادي المدخلي، وأيضا ممكن تسميهم بالسلفية السلطانية بدون احتكار هذا النهج بربيع المدخلي. زين، بشنو يمتازون المدخلية؟ ببساطة المدخلية يمتازون بطاعة ولي الأمر ومحاولة منع الفتنة من خلال تحريم مناصحة ولي الأمر بالعلن، مثل تناصحه بقناة تلفزيون أو تناصحه بمجالس خاصة. فببساطة هذا الأمر محرم طبقا لفتوى صالح الفوزان. ما حكم ذكر الأخطاء أو الاستهزاء بولاة الأمور والحكام أو من يولونهم مسؤولية وكذلك العلماء، سواء في المجالس أو خطب الجمعة أو في مواقع التواصل الاجتماعي؟ أن هؤلاء هذا مذهب الخوارج يقللون من شأن ولاة أمور المسلمين ويلتمسون أخطاءهم ويروجونها، ولكن هؤلاء مخذولون. السلفية ببساطة هو نهج قائم على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح أو بفهم السلف بأحد المشر الصالح، واللي هم من الصحابة والتابعين وتابعين التابعين، طبقا لحديث الرسول وارد في صحيح البخاري، طبقا لحديث الرسول اللي يقول بي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. زين، هل السلفية المدخلية خطر على حياتك؟ ببساطة لأنه نهج السلفية المدخلية هو مثل النهج السلفي العلمي، بمعنى عندهم حد الردة ويكفرون الناس، يعني كفرك انت ببساطة، لأن التكفير هو عبارة عن استباحة دم وأهل ومال الشخص اللي تم تكفيره. يعني انت مثلا اليوم اذا كفروك من قبل الجماعة المدخلية لا حد يجي ويقول لك لا هاي كفرك يعني بمعنى ان انت خارج، لا، هو اكو شيء اسمه حد رده، واول ما يكفرك بعد عنده بطاقة ما بقت فاهم شلون. زين، هل انا ادعم حظر الجماعات السلفية او الفكر السلفي بشكل عام يعني بكل تياراته؟ نعم، انا ادعم حظر اي جماعة، اي فكر، اي نهج سلفي، وما يعطونه مجال ينتشر، لانه ببساطة النهج السلفي ما يجيب غير الخراب، ما يجيب غير الدمار، ما يجيب غير الحروب. ويعني ابسط مثال للسلفيه لو ما تمام ما يحتاج انا افصل لك بهذا الموضوع، لان تقريبا كل الناس تعرف شنو صار في فتره 2014، فانا ما محتاج انا ارجع لك 11 سنه اللي ورا واشرح لك مواضيع هي اصلا التحافظ، فاهم شلون.
واذا تريد يعني شوية تعرف عن هذا الشخص هذا السلفي، شنو اكثر الشغلات اللي ممكن ضحكك بيه، يعني تقدر تروح ببساطة لهذا الفيديو وتشوف يعني فيديو عبارة عن نقد ساخر من هذا الشخص اللي منضم لهاي الجماعة. ملاحظة، هذا الفيديو ما كان فيديو تفصيلي، لأن ببساطة الفيديو تسوي فيديو بسيط تحصلون منه أبسط وأسهل قدر من المعلومات، بحيث يعني تكون يعني مو معلومات مفصلة قاعدة وكذا ونجيب كتاب وما أدري شنو، لأن هاي معلومات يعني تقريبا الكل يعرفها، يعني فاهم شلون؟ أي شخص يعني عنده ولو بحث قليل راح يعرف إنه هاي المعلومات كلها صحيحة. بالإضافة إلى المصادر أنا راح أعرض لك إياها بالفيديو، الآن أنا جاي أصور تمام، بعد المونتاج راح أضيف لك المصادر كلها، التسجيلات الصوتية ما أدري شنو، الفتاوى الهاي، رقم الحديث، الرسخام، هذني كلهن راح أضيف لك إياهم بالفيديو. وتصبحون على خير أو تنامون بسعادة. يلا باي باي.